دبي كانت ولا زالت أرض الأحلام، أرض تجمع كل من يبي يصنع اسمه، يحقق طموحه، يثبت وجوده، أيا كان لونه، جنسيته أو إيمانه. هني كل واحد جاي له هدف، وكل قلب شايل قصة مختلفة. لكن أنا يوم كنت صغير كان عندي حلم غير عنهم كلهم. كنت أدور الهدوء، الهروب من ضوضاء الحياة. كنت ألجأ للبر بعيد عن الكل، في بيتي الصغير اللي كان عالمي الثاني، عالم أتخيل فيه اللي أبغيه بدون حدود للعقل. هناك كنت أسمع الهوى وهو يلعب بالخيشة ويهز الحديد. كنت أتخيل نفسي بطل في قصة، كل صوت كنت أسمعه كان يرسم لي قصة تتحول لمغامرة. كنت أعيش حياة كاملة، حياة أصدق من الواقع. وفي كل مرة أغمض فيها عيوني كان الكوخ يتحول إلى قلعة، والصحراء تصير مملكة، وأنا طفل بسيط لكن بعالمه كان كل شيء ممكن. عالم ما له صوت إلا اللي أنا أسمعه. في بيتنا خيالي ما كان يهدأ، كنت أغذيه بالقصص والروايات بدون ما أشعر بلحظة ملل. كان أبوي دوم يشوفني بنظرة خوف، خوف من اهتماماتي، من خيالي البريء. أحمد، ذكرت المواد اللي عطوكم إياها في المدرسة؟ هي بويا ذاكرت، وحليت كل الواجبات اللي عطونا. أما المدرسة كانت كابوسي، على الرغم أني كنت شاطر ومتفوق، بس كانت كلها تنمر ورا تنمر. ولك انت شو مفكر حالك بيكاسو تضرب بهالراس؟ شو هالغباء هذا؟ كنت أستغرب قسوة الأستاذ إبراهيم، مع أني كنت أشطر واحد في الصف. قلت يمكن عصبيته بسبب إدمانه للتدخين، أو كانت فكرته مثل أبوي بأن اللي أسويه ما يأكل عيش. باقي له سنتين يا بنت الحلال، باقي له سنتين وبيتخرج من الجامعة وبيحصل الشهادة وبيشتغل، حاله حال ربعه، حاله حال عيال عمه. وين اودي وجهي؟ وين؟ انت قولي لي وين؟ فارع اوراقه وكتبه عند الباب، اللي ساير واللي راد يشوف كتبه في الشارع يا مريم. هذا اللي ربينا ولدنا عليه يا مريم، قصص ورسوم متحركة. ما عليه يا أبو أحمد، هذا ولدنا الوحيد، أحسن له يالس في البيت من حواطة الشوارع والصياعة. عيال عمه اشتغلوا وتزوجوا وهو يالس يرسم ويكتب، ما يطلع ويخالط الريايل، دوم منخش في البيت. هذا بالله عليك هذا رجال، هذا رجال، هذا ما شاف الرجولة. الله يخليك، قصر حسك عن يسمعك ويتضايق. خليه يسمع، خليه يصير رجال يتحمل مسؤولية مثل باقي الناس. خبريني أي مستقبل ينتظره وهو في هذا الحال. الجامعة طلع منها، يخاف من الانتقادات. بس دلع قمت أتفشل أقول عندي ولد أو وين يشتغل لا بارك الله فيه. هذا انت بعدك ترسم وتتخيل مثل اليهال، السفينة تغرق وانت في عالم ثاني يا الفاشل. الرجال يا أحمد ما يتهربون عن مواجهة مشاكلهم يا الخواف. أنا ما تهربت يا أبوي، أنا بس ما لقيت الناس اللي تفهمني. خل الولد في حاله، خله يعيش حياته كيف ما يبغي، ما دام ما ضر حد. يا ليتك ما ولدت ولا عرفتك. أقول عندي ولد أو وين يشتغل لا بارك الله فيه.
أنا كم مرة قلت لك إزاي تتعامل مع الزباين؟ أنت مش حابب تتعلم ليه يا ابني؟ طبعا اشتغلت أي شغلة مرضاة لأبوي، ولكن في نفس الوقت كنت أبغي أثبت له العكس، أن شغفي يأكل عيش. أنهيت روايتي في أدب الغموض ولفيت شركات الإنتاج لتحويلها إلى فيلم، ولكن للأسف اكتشفت أن المهمة مستحيلة. يا ابني مين اللي بيشوف الهبل ده؟ الناس هنا بتتفرج على كوميدي، بتتفرج على تاريخ. هو انت عندك كام سنة؟ هو انت ليك افلام اتعملت قبل كده؟ معلش يا ابني، الشغل ده ما ينفعش. شبح الفشل كان يطاردني، وقلت لنفسي إذا ما كان فيلم ليش ما أنشره كرواية؟ وفعلا لفيت دور النشر دار دار، وللأسف ما حد قبل العمل، والأدهى والأمر طلبوا مني الدفع مقابل النشر. هاللحظة كانت مثل آخر مسمار في نعش طموحي، وقلت في نفسي مش مكتوب لي أكون كاتب أو حتى صانع أفلام. And finally tonight, a story that is shaking the foundations of Hollywood. Google has officially unveiled its latest AI breakthrough. It's no longer science fiction. Writers, dreamers, and storytellers can now transform their raw scripts directly into cinema-quality films. Gone are the days of million-dollar budgets and massive production crews. With this technology, the only limit left is your imagination. The era of the AI filmmaker has begun.